ساكنة زنقتسوس بحي العييدة بسلا لا زالت تعيش هول الفاجعة، فقد ودعت تباعا وإلى الأبد 3 أفراد من عائلة واحدة، الابن والأخت والأم. يلاه انا حطيت راسي هكا المخده باقي ما نعس، حتى ديك الضربه جاتني في الباب، تطرطق داك الباب في الصير. ملي طرطق داك الباب في الصير انا تنسحبها رعده. ملي مشيت لشرجمه الكوزينه تنعيط الناس عتقوا امينه وما راه ضربت عندي في الدار، والولد الجاره قال لي راه ماشي الرعده، راه بوطه هي اللي طرطقات. اقتنى عبد القادر قنينة الغاز من الحجم الصغير، لكن لم يكن في حسبانه أنه يحمل قنبلة موقوتة ستودي بحياته وحياة أخته وأمه. كان يركب أجزاءها لتصبح جاهزة للاستعمال، ففاجأته بالانفجار. تصور معايا امي واختي وخويا، اقسم بالله وربي شاهد عليا، لا هزيتهم في لومبيلونس غادين على رجليهم، تصور معايا تيهضروا معايا هما تيقولوا لي ما تخافش، هادشي راه ماشي شي حاجه اللي خطيره، لدرجه وليت انا مرزي فيهم، مشيت انا تيتمت في امي وخوتي. ضعت في وليداتي يا سيدي، ضعت في 2 وليدات يا سيدي والزوجه ديالي، رانا ما في حاله حبيبي. والله حتى غاديين فايقين. لما كتقول لك سمحوا لي وليداتي، البنت حتى هي، الولد كيقول لك واش نبدل حوايجي ولا نمشي بهادو للسويسي، وملي كيمشي لتما لا غدلين مالهم غيبوبه. لماذا توفي تباعا الضحايا المصابون بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة؟ وكيف يتم التعاطي مع حالات الحروق بمستشفى بن سينا بالرباط؟ لا يمكننا رفض الحالات المستعجلة، مستحيل. نستقبلهم، وفي ظل غياب جناح متخصص في الحروق نحاول أن نكيف الآليات التي نشتغل بها مع حالتهم في انتظار بعثهم إلى المستشفيات المتخصصة. لكن كما تعلمون هذه المستشفيات قليلة جدا في المغرب وتمتلئ عن آخرها بسرعة. السؤال بقي معلقا: كيف لجهة كبرى بهذه الكثافة السكانية لا تتوفر على جناح متخصص في الحروق؟